يا صباح الهنا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا بينا بقى نعمل بيتزا. مش هنقول بيتزا بس، لا هنقول كده عجينة تصلح لجميع الأغراض. يعني ممكن تبقى فطير محشي، سندوتشات كده محشية، حاجة كده سهلة وسريعة. وهنعملها النهاردة إن شاء الله بطريقة سهلة وحلوة قوي. الأسعار بره غالية قوي يا بنات، لا احنا هنعمل حاجتنا في البيت بقى. عندي هنا كده كيسين خميرة وكيس بيكنج باودر، ودول حوالي 2 كيلو دقيق. طبعا انت لو عايزة تقللي هتقللي المقادير، لو عايزة تضعفي هتضعفي المقادير. هنا دول حوالي 3 معالق كبار لبن بودرة. عايزه تستغني عنه تمام، بس احنا بنزود القيمه الغذائيه بس مش اكتر من كده. وعندي هنا كده الخميره بتاعتي، دول كيسين خميره فوريه ومعلقه كبيره سكر عشان خاطر الخميره تتفاعل، و2 كيلو دقيق، وحوالي نص كوبايه زيت، وكوبايتين ميه مغليه بس سبتها تبرد شويه. بس كده، هي دي كل المقادير بتاعتي. وطبعا الحشوه اللي انت عايزاها براحتك بقى، تحشيها زي ما انت عايزه. بس انا هحشيها حاجات كده من بواقي كده عندي في التلاجة، بس هتبقى تحفة اصلا. تعالي بينا بقى نشوف هنعمل ايه، ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا بقى ايه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونبدأ نشوف هنعمل ايه. انا هنا كده طبعا الدقيق منخول يا بنات 2 كيلو، حطيت عليه ذرة ملح وقلبته تقليبة حلوة. وبس كده، مش هتعملي اكتر من كده. هجيب طبق تاني احط فيه بقى معلقة كبيرة سكر وكيسين الخميرة الفورية. بس كده تمام تمام كده، انا ماشية معاكي المقادير بخطوات بكل حاجة بسيط يعني، في وقتها بكل حاجة. كده خلاص، احط كوباية مية، بس المية اللي انا كنت غالياها وسبتها تبرد جنبي. بس تمام كده تمام كده. احطها بقى كده واقلبها تقليبة حلوة، واسيبها حوالي 10 دقايق كده، عقبال بقى ما اجمع بقى اشوف هعملها ايه، بجبن ولا هعملها بتونة ولا اعمل ايه النهارده. اروح كده التلاجة واشوف هعملها بايه بالظبط. خلاص كده هجمع بقى ايه، كده هقلب. احط دي كده على جنب، الخميرة بس ايه تتفاعل مع بعضها. هسيبها حوالي ربع ساعة 10 دقايق، عشان بس اختبار. هي كانت عندي في التلاجة بس انا قلت اتأكد برضه. طبعا انا هكلف الحاجة لازم اتأكد منها. طلعت تمام معايا وزي الفل. خلاص كده تمام. اجيب بقى ايه، عندي الاتنين كيلو دقيق بتوعي اللي انا نخلاهم وحاطه فيهم ذرة الملح. احط بقى ايه معاهم الخميره والسكر اللي انا ايه اتاكدت ان هما كويسين. تقليبه حلوه كده. انا ما عنديش عجان يا بنات، بس هي ايه المشكله يعني؟ ما عندناش عجان، حاجه سهله جدا يعني. سهله قوي. اللي ما عندوش عجان هيعمل برضو عجينه بيتزا، هيعمل فطير، هيعمل كل حاجه. كده خلاص، انا بقى ايه ابدا اعجن الاول، بس اخلي محتوى اللي انا عملته الدقيق يدخل مع الخميره، يدخل مع السكر، كل ده كده. وبعد كده احط الزيت ده كوبايه الا ربع بالظبط، عشان انا عامله 2 كيلو. زي ما قلت لك، عايزه تكتري المقادير، عايزه تقللي المقادير. هقلب بس تقليبه حلوه كده بالراحه خالص، عشان خاطر ايه، كل حاجه تخش في الدقيق، تخش كل حاجه تخش في قلب بعضها كده. وكوبايه الميه، هحط كوبايه الميه وهعوز تاني كمان على فكره ميه، لان في دقيق بياخد ميه وفي دقيق ما بياخدش. الدقيق بالذات مع الدقيق بالذات مع الميه انا بحط حبه حبه، عشان لو زاد في دقيق ما بياخدش ميه، الحاجه ما تبص مني ولا تهدر. حاجه حاجه كده ان شاء الله الحاجه تطلع معاكي زي الفل. خلاص بقى كده، انا حطيت الزيت وحطيت الميه، خدت حوالي 4 كوبايات ميه. الاتنين كيلو دقيق 4 كوبايات ميه، وكوبايه الا ربع الزيت. وحطيت بس حبه الزيت دولت من على الوش، عشان خاطر ايه، تلم معايا العجينه، والعجينه اتعجنت معايا زي الفل. بصي اهي كل الخطوات معاكي وما فصلتش الكاميرا. تحفه. العجينه ما شاء الله ما شاء الله حلوه قوي وقطنيه جدا. الملمس بتاعها حلو قوي. يعني حاجه كده اتعملت والله ما كملت فيها يعني 10 دقايق. هي بس اهم حاجه تتعجن كويس قوي، عشان كل المحتويات بتاعتها تخش في قلب بعضها كده. بصي الطبق بتاعي فاضي خالص، وايديا كمان ما فيهاش عجين. ده دليل على ان العجينه بتاعتك حلوه والخطوات بتاعتك سليمه وزي الفل. حبه زيت كده من على الوش، تقليبه حلوه كده بقى من الناحيه دي ومن الناحيه التانيه، واقلب العجينه. وتمام كده قوي قوي زي الفل. بصي تحفه ازاي كمان، يعني ايديكي بتعلم فيها. كل ده كده طبعا خلصت، هقلبها الناحيه التانيه. خلصت معايا احلى عجينه بيتزا، او عجينه ممكن فطائر تحشيها اي حاجه زي ما انت عايزه. مش بيتزا بس، زي ما قلت لك الاسعار بره غاليه قوي قوي قوي. عايزين نعمل حاجتنا في البيت بقى.
كده خلاص هركنها بقى حوالي نص ساعة كده، اركنها ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. عندي خلاص كده الصلصة بقى بتاعت البيتزا، اللي بلاقي ناس بتجيب كاتشب من بره، والكاتشب غالي برضو دلوقتي. لا انا عندي كيس طماطم في التلاجة، طلعته فك شوية وحطيته كده في حلة او طاسة، واحط معايا ستي زعتر، ريحان، فلفل اسمر، كمون، ملح، معلقة سكر. تمام كده، تمام كده. ما عندكيش اي حاجة من الحاجات دي، مكعب مرقة دجاج، والله هيبقى تحفة. بس اهم حاجه حطي معلقه سكر بس، وممكن كمان معلقه خل، يعني بتديها مزازه كده زي البيتزا اللي انت، زي الصلصه بتاعت البيتزا اللي انت بتشتريها من بره بالظبط. تمام تمام كده. كده خلاص بقى هتغلي غلوتين وبس، كده كده الصلصه بتاع البيتزا جاهزه معايا. هنا بقى يا ستي العجينه، بصي بعد نص ساعه بصي تحفه، ما شاء الله ما شاء الله، يعني بصي ايدي بتغرز فيها، انتوا شايفين؟ تحفه يا بنات، والله العظيم حلوه قوي، منفوخه جدا معايا وحلوه. وبصي ولا لازقه في الطبق ولا لازقه في ايديا، وخلاص انا هاخدها كده هعجنها وافردها في الصواني على طول، يعني ما كملتش نص ساعه كمان. خلاص كده عملت صلصه البيتزا، وكمان فتحت الفرن على نار هاديه شويه. انا بحب افتح الفرن قبل ما ادخل فيها اي حاجه، المعجنات بالزيت، حبه زيت بقى كده على الرخامه بتاعتي، وابدا بقى افرد معايا، والله العظيم اتفردت معايا. بصوا الخطوات، يعني مش بقطع الكاميرا خالص، ولا بقى نشابه ولا اي حاجه، هي بايديكي كده بتبصي تلاقيها بس ايه اتفردت معاكي. بصي اتفردت ازاي، وبرده لما اشيلها واحطها في الصينيه هتتفرد معايا جدا بكل سهوله، لان اصلا العجينه بتاعتنا يعني مخدومه كويس قوي، والمقادير بتاعتها مظبوطه جدا. يعني انت عايزه تعملي المقادير دي بجد والله تطلع حلوه قوي، وهتدعي لي كمان. بصي شلتها من على الرخامه، لا حاجه متقطعه ولا حاجه متفروله ولا ايديا فيها دقيق ولا اي حاجه. اجيب الصينيه مش هدهن فيها زيت، انا عندي كده تمام جدا، الزيت عندي يعني تمام، مش هدهن زيت في الصينيه ولا اي حاجه. طبعا بقى هنعمل بقى الصواني بتاعتنا، انا هعملها زي ما قلت لكم بيتزا، وهشوف لو فاضي حبه عجينه يعني ممكن اعمل ميني بيتزا او اي حاجه، هشوف لسه. جبت الصينيه بتاعتي، ابدا بقى ايه افرد فيها كده، هي بتتفرد بكل سهوله. لو في حاجه مثلا اتقطعت منك في من العجينه او من الدقيق او اي حاجه وانت بتعمليها بتفرديها، هتتفرد معاكي بسهوله. بصي كده بايديا من غير نشابه ولا اي حاجه. وصلصه البيتزا غليت وطعمها تحفه، سبتها بس تبرد شويه، تبقى معاكي احلى من اللي انت بتجيبها من بره اصلا. خلاص انا فتحت الفرن وهديتها شويه عشان ما تبقاش حاميه قوي، ولما ادخل المخبوزات فيها ابص الاقيها اتحرقت مني. لا هدي النار شويه عشان خاطر ايه الحاجه ما تتحرقش منك ويطلع لونها الذهبي، اللون الحلو اللي احنا بنحبه ده. في حاجات صغيره كده يا بنات لازم نخلي بالنا منها. خلاص كده بقى انا هجيب الصواني بتاعتي، انا الاول بحب اجيب الصواني بتاعتي كلها وافرد فيها البيتزا، افرد فيها كل دي العجين اللي عندي، هفرده كله كده كذا صينيه بقى يطلعوا زي ما يطلعوا. وبعد كده ابدا بقى ايه احط الصلصه بتاعت البيتزا، وابدا بقى اشوف احشيها ايه. طبعا انا قبل ما احط صلصه البيتزا وخلاص انا فردت كده العجين، اجيب شوكه واحاول اخرم بس العجينه شويه عشان خاطر ايه اضمن السوا بتاعها يبقى من كل نواحي، يعني برضو اضمن كل حاجه. التخريم ده على فكره لما تستوي مش هيبقى باين ولا اي حاجه، بس انا بحب اعمل كده في المخبوزات عامه عشان خاطر ايه اضمن التسويه بتاعتها تبقى ايه تبقى الحاجه مستويه معاكي وكويسه. خلاص كده بقى عملت معايا ما شاء الله، عملوا كميه كبيره جدا. عملت كمان في صاج كمان عملته، قلت مش مشكله انا هودي فين، ما عنديش صواني كبيره مدوره كمان، عملت في صاج كمان كان طالع حلو قوي. اجيب بقى الصلصه بتاعت البيتزا اللي انا عاملاها زي ما قلت لكم بطريقتي، سبتها كده يعني كيس طماطم من اللي انا مفرزاه مفك شويه، حطيت عليه التوابل اللي قلت لكم عليها او مكعب مرقه دجاج، ويغلي غلوتين بس يبقى كده متسبك حلو، وكمان معلقه خل ومعلقه سكر، ريحان طبعا وزعتر، هي دي الحاجات الاساسيه في الصلصه بتاعت البيتزا خلي بالكم. وبس كده ابدا بقى اجيب الفرشه، اجيب اي معلقه كده سباتيولا، وابدا بقى ايه احط بقى كله عندي، ادهن كله كده ايه الصلصه دي، عشان الصلصه دي هي اللي هتخلي العجينه بتاعتي بتبقى طريه جدا وحلوه قوي قوي قوي. انا عايزه اقول لك ان كان طعمها تحفه. ابدا بقى كده ايه وانا بكترها شويه كمان يا بنات، طبعا براحتك، بس احنا من الناس اللي بتحب صلصه البيتزا كتيره شويه، فعشان كده انا كترت منها شويه. وكمان عملت لي كميه كتيره والله، يعني كيس الطماطم عملت لي كميه كتيره قوي. خلاص كده اشوف بقى الحشوه، كان عندي جبنه موتزاريلا، وكان عندي لانشون قطعته مكعبات، وكان عندي بواقي بقى فلفل، كان عندي اخضر، ما كانش عندي كمان فلفل الوان، وكان عندي زيتون، حاجات قليله على فكره ما كانتش حاجات كتيره قوي، بس والله عملت لي كميه حلوه قوي.
ابدا بقى ايه احط كده حبه كده، وابدا بقى ارش كده من كل النواحي. انت لما بتشتري من بره البيتزا بتنقي الحاجات اللي فيها، لكن انا هنا يعتبر مكتره كمان. والله كان طعمها حلو قوي. وكمان عملت واحده بالتونه، صفيت التونه، الزيت بتاع التونه كويس قوي وعملتها، كانت طالعه حكايه معايا. الاتنين كيلو دقيق عملوا لي حوالي 6 صواني. وكمان غير البيتزا الصغيره اللي انا لسه هعملها، والله عملوا لي كميه حلوه قوي. يعني شوفي انت من بره لو جبتي واحده بس، الواحده بكام؟ طب وليه؟ ما هي ادام العجينه كويسه خلاص. الحشو بقى زي ما انت عايزه، لو عندك لحمه مفرومه اعملي، لو عندك صدق كده اللي هو محشي لحمه مفرومه ده براحتك، عايزه براحتك. الحشوه دي زي ما انت عايزه. انا عملتها جبن الصراحه، انا بحبها بالجبن. وبرده لو كان عندي لحمه مفرومه كنت عملت عادي، ايه المشكله؟ بس زي ما بقولك الحشوه دي زي ما انت عايزه، انت اللي بتدبري بيتك وانت اللي بتمشي امورك. شوفي انت لو اشتريتي الواحده من بره هتبقى بكام؟ احنا عايزين نعمل حاجتنا بقى في البيت، اوفر وانضف واحسن طبعا. كده خلاص تمام معايا. عملت الصواني كلها، وبقى فتحت علبة التونة وزي ما قلت لكم صفيتها كويس قوي من الزيت اللي هي فيه، وعملت واحدة بس بالتونة. ابدأ بقى ايه، طبعا الفرن عندي الحمد لله يعني كويسة، بس انا بحب اوطي شوية، اهدي شوية الفرن، ما اخليهاش عالية قوي. احط بقى 2 كده فوق و2 تحت، وارجع ابدل. يعني كده انت بقى تخلي بالك من التسوية دي. والتونة هي تحفة اصلا. كنت مصفيها كويس قوي عشان كانت هي حراقه، وطلعت كمان حراقه في البيتزا، وانا عندي بيحبوا الحاجات اللي سبايسي شويه. خلاص كده عملت واحده بس تونه، لان انا مش بحب اصلا التونه دي، بس اللي ادم بيحبوها خلاص. بالهنا والشفا. خلاص كده تمام. خلاص بقى يا ستي خلصت كده، وحطيت في صواني حطيتها في الفرن، وفي صواني لسه ما دخلتش. والله العظيم في اليوم ده كان جميل، والحاجه عندي اتعملت بسرعه. يعني كله بقى عايز بيتزا، هتعملي ايه؟ وعلى فكرة أنا عملتها لوحدها، ويا دوبك عملت جنبيها بس كده طاستين بطاطس وطبق سلطة. تحفة. هنا بقى كان عندي بقى باقي حوالي كده دقيق، وما كانش عندي الصواني اللي هي المدورة دي، فقلت أعمل لهم أعمل لهم اللي هي الميني بيتزا دي. كنا جايبينها من الفرن عندنا هنا، الأربعة ب10 جنيه. الأربعة إيه يا بنات؟ أصغر من دي. يعني أنا عاملاها كبيرة كمان، لا ده هي الأربعة اللي هنا دول أصغر من دي، ومرشوش عليها إيه، حاجات بسيطة جدا. جبنه ما تعرفيش، بواقي جبنه مش عارفه في ايه. انا ما كنتش شايفه فيها حاجه، بقيت اقول لهم هي ديت اللي الاربعه ب10 جنيه، لا انا هعمل لكم وليمه دلوقتي. بصي ما شاء الله حلوه، السمك اللي انت عايزاه طبعا تعمليه. انا بحب البيتزا ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، يعني الوسط بيبقى حلو. خلاص كده تمام. خرمتها برضو زي ما كنت عامله في البيتزا الكبيره. خرمتها كده، انا حطاها، بصوا انتم ملاحظين حطاها على الرخامه، وهشيلها من على الرخامه احطها في الصينيه. يعني ده دليل ان هي مش لازقه، وطبعا طالعه معايا زي الفل الصراحه. يعني تحفه يا بنات، والله العظيم جربوها هتعجبكم قوي. بعد كده بقى هجيب صاج لما يطلع من السيجان اللي في الفرن لسه، واروح بقى حاطه فيها. طبعا حط فيها لانشون برضو، تحط فيها صدق، تحط فيها لحمه مفرومه. الحشوه دي بتاعتك انجي، حاجه سهله كده. وعلى فكره لما بتقعد لتاني يوم لازم تغطيها، يعني تغطيها كده بفوطه او بحاجه ما بيجرالهاش اي حاجه. والله بتبقى تحفه جنب كوبايه شاي بقى بالليل كده، بدل ما تشتري حاجه من بره. ممكن في الفطار تفطروا بيها، جوزك ياخد معاه الشغل. الميني بيتزا دي بتبقى حلوه قوي. طبعا ما شاء الله طلعت اهي من الفرن. بصي يعني السمك بتاعها حلو ازاي. أنا هنا كنت بوري لك السمك بتاعها، بوريك ان هي مش لازقه اصلا في الصينيه. بص الصينيه كمان القعريه بتاعتها عامله ازاي. وشلتهم اصلا وحطيت بدلهم الميني بيتزا، ودخلتها الفرن بقى. قلت الفرن ادام شغاله كده افضل ايه اخبز واطلع وكده. بصي طريه ازاي، تحفة. عجينة قطنية تصلح لجميع الأغراض. يعني خديها كده مني، وإن شاء الله ادعي لي بقى، اعمليها وادعي لي. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسنيش في اللايك والشير، وقولوا لي ايه رأيكم في القناة بتاعتي. وان شاء الله المرات الجاية عايزيني اعمل لكم ايه. انا لقيت الجو حر وكده، فقلت بقى الايام دي كله بقى بيعمل بيتزا ومعجنات والكلام ده كله، يلا بينا نعمل بقى احنا كمان. مش عايزين نشتري حاجة من بره، الحاجة بره غالية قوي. عايزين نعمل حاجة بتاعتنا في البيت، ما نجيبش من بره. والله اعمليها في البيت، مرة هتبقى مش معاكي قوي، مرة هتبقى مظبوطة جدا، وبعد كده اصلا هيحلفوا بيها. بصي ما شاء الله كمية قد ايه. لو وصلتي لحد هنا قولوا لي بقى ايه السلامة.